ولذلك بعد كده طبعا فعلوا به ما أتموه، فحتى يعلم الناس حقيقة هذا المجرم الذي يسمى بالمعز. ولذلك أنا أشكرك على التقدمة اللي ذكرتها، إن لا ننسب القاهرة لهذا المجرم على الإطلاق، وعار على الأمم التي تضيف ضيافة الشرف أو إضافة الشرف بلادها إلى مستعمريها ومجرميها. يعني ينفع أقول دلوقتي مع احترامي يعني يقول لك هو اللي بنى الازهر. يعني ينفع أقول أزهر نابليون بونابرت؟ لا طبعا. ينفع أقول معلش ينفع أقول سينا اليهود؟ لا لا على الإطلاق، ده عار. ولذلك اللي يقول لك برضه قاهرة المعز ده عار، ولكنها قهرت المعز. البلد التي قهرت المعز، القاهرة التي قهرته. أيضا ما ينفعش زي ما للأسف بنسمع المذيعين يقول لك هذه البلدة الفاطمية روحا، السنية جسد، كلمة باطلة بكل المقاييس، بدليل أنه باختفاء هؤلاء الأنجاس. على فكرة لفظة الأنجاس استعملها ابن كثير في الفاطميين، قال كانوا أنجس الناس. فباختفاء هؤلاء الأنجاس وطهرت القاهرة من هؤلاء، لم يبقى شيعي واحد بأرض مصر. وفي ذلك دلالة على أن المصريين كانوا مجبرين، كانوا مكرهين، لكنهم ما أحبوا دين الروافض على الإطلاق. طيب هنا نقطة يعني قد يسترعاني هنا سؤال، يعني على أرض الواقع وفي التاريخ المعاصر، إذا ما